عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في شهوة شقيقة. اليوم ان شاء الله بغينا نقدم لكم واحد الشكل ديال الملاح ديال العجينه ديال لاباط فيوتي. المقادير كالتالي: عندنا 400 غرام ديال الفلس، عندنا 200 غرام ديال الزبده ديال التوراق، وعندنا الماء، وعندنا الملحه. هادو بالنسبه للعجين لاباط فيوتي غنخليوهم على جنب وندوزو نذكروا المقادير ديال الحشوه. غنعملوا واحد لاطارت مالحه. هاد لاطارت كتجي على شكل ديال وريضات، وانتم غتشوفوا معايا المقادير والطريقه. عندنا 200 غرام ديال الكفته مطحونه بلا شحمه، على اللحم بوحدو، وعندنا 150 غرام ديال الجبن موزاريلا، عندنا ورقه النعناع، عندنا السحتار باش غنسمو هاد الحشوه ديالنا، عندنا شويه ديال الابزار، عندنا لاصوص طوماط، وعندنا الملحه طبعا، وعندنا هاد المول هذا مشنف غنقطعو به، وبغيتو تعملوه عادي عملوه عادي ماشي مشكل. عندنا هاد المول هذا كنفرشوه ببابي سولفيريزي اللي غادي نحطو فيه، وعندنا الدلاك باش غادي نطلقوا العجينه ديالنا، وبابي فيل، ونبداو على بركه الله. غادي نخدموها في العجان. بسم الله. نديرو قبيصه ديال الملحه، ونديرو الماء، وحنا كنخدمو نشوفو. شويه على جينا حصلنا على هاد العجين هكذا. دابا غادي نطلقوا العجين ديالنا، نطلقوها هكذا. نشبروا الزبده ديالنا ونديروها على هذا الشكل هكذا في الوسط، نتنيو هكذا نديرو على شكل مربع. ونطلقوها الطلقه الاولانيه ونتنيوها على 3. هانتوما غتشوفوا معايا. حاولوا نضغطوا على الزبده لان الزبده كتكون قاصحه. من بعد ما طلقناها الطلقه الاولى وتنيناها، دابا غادي نعاودوا لها تبقى وحده اخرى. هاد العمليه كنقوموا بها 4 ديال الليتر، كنحطوها في الثلاجه مده 15 دقيقه، وعاد كنجبدوها باش كنخدموا بها. دائما فتحات العجينه دائما كتجي في الجهه ديال البطن، ميمكنناش نغيروا الطريقه. الا غيرناها ما طلع لينا، ما تخرج لنا شي لاباط فيوتي. نديرو هاد العمليه كنعملوها قلنا 4 ديال المرات، ونعملوها في الثلاجه ونخليوها مدتها 15 دقيقه، ونجبدوها باش نخدموا بها. كنعاودو نزيدو نطلقوا ان شاء الله لما ترتاح. دابا هذه الطلقه الاخرانيه لما ترتاح باش نخدموها مع بعضنا ونشوفوا باقي الطريقه. دابا ان شاء الله غادي نصايبوا الحشوه ديالنا. نوضعوا الكفته ديالنا هنايا، نضيفوا معاها ورقه النعناع، شويه الزعتر باش نسمو كيعطينا واحد النكهه.
شويه ديال الابزار، 3 ديال الملحه، نديرو لاصوص طوماط، دابا نطحنو كلشي مع بعضو. ها هي الكفيسه ديالنا من بعد ما عملنا العطريه ديالها وداكشي اللي خفا. دابا نشدو شويه ديال الزعتر نديرو نعملو هكذا على جبن موزاريلا. ها هما العناصر ديالنا كاملين واجدين. دابا ان شاء الله غنطلقوا العجينه. هي من بعد ما جبدناها من الثلاجه نطلقوا العجينه ديالنا بهذا الشكل هكذا. تكون رقيقه ما تكونش غليظه لان لاباط فيتي كتنفخ. تبعوا معايا دابا هاد الشكل على هذا السمك ها. الان نشدو العجينه ديالنا، نديرو لها شويه الماء هنايا باش تشبع لنا هكا. على هذا الشكل هكذا. حاولوا ما امكن باش تجينا الحشوه باينه، تنيوها بحال هكا ونحط تنسالي نديرو عاود شكل الفرماج. وحنا غاديين حتى نساليو العجينه ديالنا كامله. نشبروا العجينه ونعملوا لها بحال هذا الشكل هكذا بهذا الشكل هكذا. حنا غاديين تنساليو الحشوه ديالنا كامله هكذا. ها هما من بعد ما ساليناهم دابا حنا غادي نحطوهم في هذا المول هذا بهذا الشكل. نبقاو ماشيين هكا متبعين حتى نساليو الطوره ديالنا. ها هي الطاق ديالنا حنا ساليناها، نتوما كتشوفوا كيفاش جات. والان غادي ندهنوهم بشويه ديال الحليب على الوجه ديالهم وندخلهم للفران على درجه الحراره 200 لمده ديال الطهي 15 دقيقه، ونشوفوهم ان شاء الله لما يطيبوا ونشوفوا الشكل ديالهم النهائي كيفاش جاو. نتلاقاو ان شاء الله. ها هي الطرطه ديالنا ديال لاباط فيوتي، ها نتوما كتشوفوا كيفاش جات رائعه.